عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم نحكيو على مباراة اللي مازالت كيوفات ما بين بيرنلي وشيفيلد يونايتد. مباراة حنبال قدم فيها مردود جيد، خاصة في الشوط الثاني. شفنا في الشوط الأول حنبال والفريق الكل متاع بيرنلي معناها قعد في جس النبض، ما كانش ريتم كبير. بيرنلي هبط خايف شوية في التيران، بون لوجيك زاد على خاطر بون يلعبوا في تيران متاع شيفيلد يونايتد، دونك لوجيك اللي مازال فما جاست نبض من الاول. لكن حنا بعد بشويه بشويه دخل في اللعبه، شفناه جاب اكسيون من الجهه اليسار، عمل توزيعه من الجهه اليسار في مركز جديد كجناح ايسر وهمي. كان معناها هنا الدفاع دخل. ثم الهدف الاول الحقيقه ما شاركش في الهدف الاول، لكن الهدف الأول كان ممتاز، توزيعة من هامفريز اللي عمل توزيعة ممتازة إلى براون هيل، سجل برأسية. ثم في الشوط الثاني حنا بعل تحول، معناها شفنا حنا بعل من جهة المنسوب الثقة متاعه كبر، جوار اجريسيف، جوار تحسه جارح، تحسه معناها هابط على التيران، يحب يعطي البلوس، يعرف شو يعمل في التيران، وخاصة البلاسمون. تشوفوا في الفيديو اللي فاتوا، خاصة في أول الموسم من اللي كان حتى في مانشستر يونايتد، كنا نقولوا راهو حنا بعل مشكلته مشكلة متاع بلاسمون زادة. حنا بعل في الهدف الثاني هو جاب الهدف الثاني، علاش؟ على خاطر تبدأ الأكسيون من الجهة اليمين، ومن بعد معناها تصير توزيع الفليمينغ، الدفاع يتدخل، وحنا بعل جاء الريفلكس نتاعو، تقولش عليه جناح ايسر دو ميتيي، يدخل فيغ لانتيغيور، معناها دخل الوسط ومشى للكرة، وهو جاب المخالفة اللي من بعد المخالفة سددها فليمينغ، ضربت في المير، رجعت فليمينغ يعاود يسدد، تضرب ديفيي على كولن، بون البونتو تحسب الكولن، تمشي لوب معناها تمشي بقوية، ولا يتسجل الهدف الثاني. فمعناها تحب ولا تكره الهدف الثاني كان مساهم فيه حنا بعل المجبري. ثم حاجة أخرى الباهية، هو حنا بعل شفناه كيفاش معناها البلاسمون متاعه، أنه يعرف كيف يدخل ساعات الانتريور، يخلي الكلوار الكل بشير هامفريز اللي هو الظهير الايسر، كيفاش معناها لارير جوش يولي داخل خارج، معناها ومعناها اللعبة تتلعب برشا على اليسار، شفناهم معناها مركزين عليه انثوني من جهة اليمين، لكن اللعبة تلعب على اليسار. فحاجة باهية. حنا بعل فك بلاستو في التشكيلة الأساسية، ما نتصوروش أنه معناها في المباريات الجاية بمنسوب الثقة بالبلوس اللي قاعد يقدم فيه، الدفع من الجماهير، جماهير بيرنلي شيخين عليه، معناها شيخين بيه، مش شيخين عليه، شيخين بيه. كيفاش معناها ابال جرينتا وكل شيء، كيفاش لقاو ديناميزم، معناها حاجة ديناميكية خلقها في الثلث الأخير. هذا هو المطلوب. حنا بعد المجبري تو اللي نقصه هو الفينيسيون، نقص معناها الاخر كما تقول النقاط متاع الثقه متاعو. شفناه معنا فما اكسيون تجيه الكره، كان جاي الظهير ايسر بالفينيسيون المطلوبه بالثقه المطلوبه، راهو مشى ديريكت سجل هدف. انا معناها ناكد لكم كان جات كوليوش وجاتو الكره، نتصور كان اوموا يخلق بها اوكازيون، جاتو كره مع الكلوار مسيب، مشي اون دياغونال باش يماركي، لكن تحسوا معناها ماشي الكره ومش مصدق ياسر، عنده كالريفلكس ديما يحب يعمل باس. راهو خاصة كي انت الممرن حطك من الاول كنمرو 10، ما مشيتش معاك حتى كجناح ايسر، راهو معناها الميساج متاعو شوت سجل، معناها التسديد ثم التسديد، باش هكاك تنجم تسجل اهداف. هذا نقص فينيسيون، نقص معناها هذية في اللعبة متاعو. لكن في المجمل حنا بعد المجبري قاعد يمارك دي بوان بشوية بشوية، قاعد معناها يفك في بلاصته في التشكيلة الأساسية، باش إن شاء الله يولي رقم صعب. والهدف هو أنه بيرنلي تكون معناها تتعدى للبريمير ليج إن شاء الله في آخر الموسم. حنا بعد المجبري يكون في التشكيلة الأساسية، وإن شاء الله الموسم الجاي يولي وقتها معناها رقم صعب في البريمير ليج، وقتها يتعدى نادي آخر. هذوما معناها الأهداف في المدى الطويل. خلينا مركزين في الماتشات الجايين. ماتش جاي مهم، ميدلزبرو نهار الأحد الجاي، ثم مباريات أخرى معناها تتتالى.
تابعونا في الشين متاعنا، ما تنساوش تعملونا سبسكرايب وتعملونا لايك. الحقيقة الشين عنا وقيد حليناها، مازلنا في 300 400 ابوني، ماذا بينا نزيدوا لي زابوني. المحتوى تشجعونا هكاك على المحتوى متاعنا، قاعدين نعطيو في محتوى اون اكسكلوزيفيتي على حنا باع المجبري، فماش شين اخرى قاعدة تعطي في المحتوى هذايا. اكتبونا في لي كومنتير كان فما حاجة نجموا نصلحوها باش المحتوى يكون ما خير ونقدموا لكم الإفادة. هذا هو كان الملخص متاع الماتش متاع اليوم. تنساوش لايك ونشوفوكم في فيديو جديد.